مرحبا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم فيديو غير شي، لا روتينات ولا تنظيف ولا طبخ. اليوم عندنا خلطة مانع تعرق. خلطة حلوة ويعني مو مكلفة، وتعطيش نتائج تخبل مثل ما هي، يعني تمنع التعرق بس هي علاجية بنفس الوقت. مثل ما تشوفون بنات نحتاج شب. طبعا كنت هنا حاطة هذاك الكيس اللي قبله، مو شب، ما اعرف شنو كان. شنو عندنا؟ شب هنا بنات، وعندنا مرطب، اي نوع مرطب عندكم. هسه انا عندي هنا نيفيا، وعندي هنا جونسون، اي مرطب عندكم مو مشكله. وعندي مي ورد وعطر، تحبون تحطون مسك، عنبر. انا ما يعجبني ذي الاشياء، انا حبيت هذا العطر احبنه فراح اخليه. وعندنا هناك زيت جوز الهند. انا شنو استخدم، هذا هو اللي لازم نحط وياه الترطيب. اي زيت عادي مو مشكله، حتى لو فازلين عادي نخلي من عنده. يا بنات هسه نجي طبعا كل ساعه يجي واحد يقطع التصوير، نخليه خاشوقتين شب. هذا الشب يكون مطحون ناعم كلش كلش على مود ما يكتل او شو اسمه يفصل عن بقيه المقام. راح اخليه 3 خواشيق شب مثل ما تشوفون بنات. هاي الخلطة راح اسويها يعني قد ما تقدرون انشروها، دزوها لاهلكم، لاخوانكم، لاخواتكم، وجوارينكم. يعني فد رهيبة وممتازة، بحيث بالايام القادمة من تظلوا تستخدمونها على طول. راح حتى يعني بعد ما تستخدمونها ما تحتاجونها، تصير علاجية مثل ما نقول. ما يطلع جسمك ريحة ابد، تستخدم للولد وللبنات. هسه نحط مي ورد. طبعا ماي الورد همينه يعطي ريحه ويعني احسن من المي عادي. هنا أنا عندي نيفيا، راح اخليه نيفيا مرطبه، هم واحد يرطب المناطق الاندر ارم. راح اخلي شويه من جونسون. وصلوات انا راح هاي الكميه راح تبقى عندي تقريبا 3 اشهر الى 4 اشهر، يعني صلوات تبقى خير من الله ما تخلص. راح اخلي شويه زيت جوز الهند. اخبز المواد سويه. طبعا انا كل مره اسوي كميه كلش هواي، لاخواتي، لامي، نسوان اخوي، الصديقات همينه دائما يطلبونها. ناخذ هذا التكتل مال المرطب. طبعا انا قبل كنت اسوي قوامها ثقيل، هسه لا ما اسوي ثقيل. حسيته من يصير قوامها خفيف احسن. ينطي يعني من يصير قوامها ثقيل شويه يدمر الملابس، فمن سويتها قوامها خفيف لا شوي احسن، يعني تحطين من عتها. وهذا العطر، واحسن تحتاج بعد شويه ماي ورد. هسه خاصة عندنا موسم المشاية، يعني كلش يفيد بهذا الموسم. الزاير من يروح يعني ما راح يشيل هم اي شيء. احسن من هسه ذني موانع التعرق الكلها مواد كيميائيه، والاسعارهن غاليه، والاسعارهن يعني فوق، يعني ما تسوى اصلا. مرات انا من تنشرون الاسعار اقول هاي ما تسوى الصراحه. بالنسبه لي هاي صار لها 5 سنين استخدمها هاي الخلطه. وموانع التعرق كلهن يحتوون على امونيا، هاي الامونيا تاثر على الغدد العرقيه. فاحنا شنو، انا بالنسبه لي قلت لكم صار لي 5 سنين استخدم هاي الخلطه. والبنات واخواتي كلنا بحيث صلوات يعني بعد اكتفينا ما يعني نجيب موانع تعرق من برا. ويعني من استخدمها الشهر اللي وراه بعد يعني عادي، يعني ولا كان ما يعني من ما حاطه عادي، يعني جسمي يطلع ريحه كلش طيبه.
وحتى طبعا هي بنات هي مو تمنع التعرق، يعني ما تخليك تطلعين مي، لا الجسم يطلع مي مستحيل، هاي يعني الغدد يعني شلون ما تطلع مي، بس تطلع بريحه حلوه، يعني المقصد من عندها تطلع بريحه حلوه، مو طلعها مثلا ريحه عرق وريحه الاكل مالت الجسم يعني يطلع من خلال العرق، لا هاي تطلع مثلا شنو نوعيه العطر اللي حاطته، مسك عنبر او حاطه معطر تحبينه او حاطه مخمريه اي شيء. بنات راح نسوي كمية ثانية، كمية أكبر، للي يريد كمية أكبر أو أكثر فراح شو أسوي، راح أستخدم هذا الشيب كله، أنا أقيس لكم إياه قياس بالخاشوقة أحسن. هنا عندنا وحدة، عندنا اثنين، هاي يبقى عندك كمية 7 أشهر، ما عندي 3. طبعا هو هذا كيس الشيب ما تقريبا 5 خواشي، 1000 دينار. وقع يلا مو مشكلة. هذا كيس الشب 1000 دينار يسوي لك كمية خير من الله. طبعا احنا مستحيل بيت ما يعني ما بي شو اسمه، ما بي مرطب، ما بي دهن او فازلين او اي يعني ماي وارد، مستحيل بيت ما بي من هذين الاشياء. هسه نضيف ماي وارد. طبعا من خلصت ديك الخلطة توني وانا سويتها وياكم، جوني قالوا لي يلا سوينا احنا همينة، فقلت خلني اسويها وياكم الكمية كبيرة. هسه حطينا ماي ورد، نذوبه كل زين بماي الورد، راح احطين بعد ماي ورد. هاي تقدرون تسوون من عنده علب وتخلونه، انا عندي علب صغار استخدمه، كل اللي يريد يطلب من عندي، اخواتي، نسوان اخوي، امي، اخواني، صديقاتي، كل ما الواحد يطلب من عندي انطيه من عنده. هسه راح نخلي خاشوقتين مال مرطب جونسون، اي مرطب متوفر عندكم. هاي اعتبار خاشوقتين هذا المرطب اللي حطيته حاليا. على مود اجانس المواد كل زين، جبت المخضرة. على مود ما يبقى بيها تكتلات مال المرطب. واو شلون صار بنا. هسه راح اضيف زيت جوز الهند. يوسف يحب يشارك دائما بفيديوهاتي ومتعلمين عليه انتم، وراح اخليه معطر. الله بنات انا استخدم هذا معطر تعباء اسمه هافوك، للي يعني ان شاء الله تحبي تجربه يعني بعد ما بنات شوفوا ايش عندي. اذا العلب هاي علبة تبقى شهر كامل واكثر اذا حطيتوا بها او استخدمتوها، فانا دائما اسوي بذن العلب واطبقهم كل زين على مود شنو بنات. اهم شيء يطبقن زين، بس يلوحن هوا وتيه، بس اذا لاحن هوا وتيه بس مو مشكله عادي، تقدرون تحطون عليها ماي يرجع طبيعي. هسه راح اوزعها مثل ما تشوفون، طبعا راح تصير كميه اكثر ان شاء الله. مع بنات هاي العلبة محكمة الأغلاق، شلون راح تنسد، سدت كلش زين. هذول مال يبيعون مال صاص وكاتشب، يعني البنات اللي يستخدمينهن بالمشاريع مالتهن.
ووصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله ينال اعجابكم وتستفادون من عنده. ومثل ما قلت لكم لا تنسون يا بنات للفائدة، على مود تعمل فائدة للجميع يا رب، وكل يستفاد من هذا الفيديو. انشروا الفيديو قد ما تقدرون، اخواتكم، اصدقائكم، جوارينكم، اهلكم، نسوان اخوكم، ان شاء الله الفائدة للجميع. ونهاية الفيديو يلا مع السلامة، باي باي.